السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مونتانا سبورت. اليوم جينا نهضروا لكم على اللاعب أمين حارث، واللي كلكم عارفين اش طرا ليه في مباراة الأمس، مباراة اللي جمعت بين فريق أولمبيك مارسيليا وفريق موناكو برسم الجولة 15 من الدوري الفرنسي، وبالضبط في الدقيقة 62، الدقيقة اللي عرفت تدخل عنيف من طرف اللاعب أكسل مدافع فريق موناكو على اللاعب أمين حارث. تدخل اللي أدى الإصابة قوية جدا على مستوى الركبة، واللي من خلالها غادي يغيب اللاعب أمين حارث على الملاعب لمدة تقدر ب3 أشهر أو ما يزيد عن ذلك. متمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب، والقادم أفضل إن شاء الله، ونتمنى نشوفوه في استحقاقات قادمة إن شاء الله. وبطبيعة الحال اللاعب أمين حارث كان لاعب مهم جدا في قائمة المنتخب الوطني، اللاعب اللي كان غيقدم إضافة كبيرة، اللاعب اللي عنده إمكانيات وموهبة اللي كتسمح له يلعب أساسي في فريق بحجم مارسيليا. ودابا الإخوان جا الوقت اللي غادي نقلبوا على المعوض ديالو، واللي غيكون واحد من بين الأسماء المنادى عليها في القائمة الأولية، سواء يونس بالهندا، سفيان رحيمي، والعديد من الأسماء اللي كان منادى عليها. وفيما يتعلق بالمنتخب الوطني الإخوان، اليوم خاض الفريق أول حصة تدريبية في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة بزاف ديال اللاعبين، من أبرزهم اللاعب الدولي عبد الرزاق حمد الله، اللاعب اللي كان غائب لفترة طويلة عن المنتخب الوطني. وأيضا كان موجود أيضا اللاعب بوفال وعز الدين أوناحي، لاعبين اللي كانوا تعرضوا لإصابة طفيفة في تدريب الفرق ديالهم، واللي بان أنهم كيتدربوا بشكل عادي جدا بدون أي مشاكل. وإن شاء الله غادي تكون مباراة ودية يوم الخميس على الساعة 5 مساء في مدينة دبي ضد منتخب جيورجيا. المباراة اللي غادي تكون استعدادية وفي نفس الوقت اختبار لبعض العناصر. نتمنى يقدم الفريق شي أداء جيد ومستوى جميل كيف ما قدموا في المباراة ديال تشيلي ومباراة ديال الباراغواي. هادشي اللي غيصب في مصلحة المنتخب الوطني، وغادي يعطينا توليفة مناسبة وخطة تكتيكية ثابتة في المباريات الثلاث اللي غيكونوا كل وحدة منهم غتكون بحال النهائي اللي خصنا نتقاتلوا فيه بزاف، حيث كل الحظوظ ممكنة، والكل سواء محللين سواء الصحفيين كيتنيو على الأداء ديال المنتخب الوطني وكيرشحوه أنه قادر يتأهل من هذه المجموعة اللي ما غنقولوش عليها سهلة وميمطو ما نقولوش عليها صعيبة، كل الاحتمالات واردة. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش تدعمونا بسبسكرايب وتضغطوا على زر الإعجاب وتشغلوا جرس التنبيه باش يوصلكم أي حاجة وأي فيديو جديد. وما تنسوناش من الدعوات ديالكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.